السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. بزاف ديال الاجراء مازال لحد الان كيسولوا امتى غيستافدوا من الزياده في الاجور، حينت بعض المشغلين الله يهديهم مازال ما زادوا في الحد الادنى للاجور وكيخلصوا بالسميق القديم. وغنعطيكم بعض الطرق اللي كيديروا باش يبان كل شيء هو هذاك. وعن طريق هذا الفيديو غنشوفوا القوانين اللي طبقوا والقوانين اللي مازال. اولا بالنسبه للحد الادنى للاجور طبقت الزياده ديال 5% في شتنبر 2022، يعني السميك كان 2828.71 ولا 2970.05. وبزاف ديال الاجراء كيتشكاو من المشغلين ديالهم انهم مازال كيخلصوهم بالسميك القديم. كيفاش هادشي؟ فبعض المشغلين شنو كيديروا؟ كيخلصوا بالسميك القديم وفي الديكلاراسيون كيديكلاريوك بعدد الايام اقل من داكشي اللي خدمتي. مثلا خدمتي 26 يوم غادي يديكلاريوك غير ب 24 يوم. وكاين اللي يخلصك بالسميك القديم وفي الديكلاراسيون كيديكلاريك بالسميك الجديد. هذه انا بعدا ما فهمتهاش، فردوا البال لهذه القضيه. وبالنسبه للتقاعد، تغيير في عدد النقط اللي كيمكنوا الاجراء باش يستافدوا من التقاعد من 3240 يوم ل 1320 يوم مازال ما تطبق. وايضا الزياده ديال 5% للمتقاعدين للحد الادنى للاستفاده هو 100 درهم هو مازال ما تطبق لحد الان. فإذا كان عندكم اي تساؤل خليوه لي في كومونتير، وإذا كان اي جديد بخصوص هذا الموضوع غنبارطاجيه معكم. وبالنسبه للحد الادنى للاجور راه درت فيديو غادي نخليه لكم في الديسكريبسيون. وفي الاخير كنتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو تاع اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء.